الولاد بقى نزلوا على المدرسة، يبقى الوصفة ديت ليكي. تعالي بقى هاتي معايا كده نص كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر البودر، وقلبي كل دوت مع بعضه، واعملي لنفسك احلى كوباية شاي او فنجان قهوة، واستمتعي بقى بالروقان والبال الرايق. وبعد كده بعد ما قلبت النص كوباية السمنة ونص كوباية السكر البودر، انزلي عليهم بربع كوباية من الزيت وقلبي مع بعض. وبعد كده حطيت بضاية بدرجة حرارة المطبخ، ونزلت عليها بمعلقة صغيرة من الفانيليا. وطبعا تقدري تستبدلي الفانيليا بالفانيليا البودر، مفيش اي مشاكل. قلبت كله مع بعضه لحد ما البيضة اختفت. نزلت بكوباية واحدة من الدقيق، وكمان رشة ملح صغيرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وطبعا في الوقت دوت هستبعد خالص الاسباتيولا، وابدا ان انا الم العجينة بتاعتي ديت بايديا. انا مش بعجن، انا بلمها بس. محضرة بقى معايا كمان كوباية من الدقيق، بس هاخد منها تدريجيا. بعد ما لميت العجينة بالشكل دوت، انا استعملت كوبايتين الا ربع من الدقيق. هقسم العجينة بتاعتي دي ل3 احجام بالشكل ده، ال3 مقاس واحد. الجزء الاولاني هاخده هحط عليه معلقة من الدقيق، وابدأ ان انا المه مع بعض لحد ما تبقى معايا بالشكل دوت، اكورها بايديا ما تشققش معايا. ده كده الجزء الاولاني. هاتي الجزء التاني من العجين، وبعد كده هنحط عليه معلقة صغيرة من الكاكاو، وطبعا هنفضل اللي احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. والجزء التالت هنحط معلقتين من الكاكاو، علشان خاطر انا عايزة يبقى فيه اختلاف في الالوان. عايزة اقولك بقى على تطبيق حلو جدا هيسهل عليك المخبوزات والحلو والحادق. هسيبلك لينك التطبيق في الكومنتات، وكمان في التيك توك تحت الصورة الرئيسية بتاعتي في البايو اللينك بتاع التطبيق. التطبيق بيشتغل من غير نت خالص، هيسهل عليك الوصفات وهتبقي استاذة مطبخ ان شاء الله. بعد ما قسمت ال3 اجزاء، قسمتهم لكور صغيرة، كل كورة بمعدل كده ممكن نقول 4 جرام 5 جرام. وهاخد من كل حاجة، هاخد 4 مع بعض. الفاتح طبعا هيكون اكتر علشان خاطر يدينا شكل حلو. طبعا احنا هنعمل مع بعض دلوقتي كذا شكل، علشان خاطر الشكل اللي يعجبك تعمليه، بس الطعم طبعا كله واحد. ده كده الشكل الاولاني، والشكل التاني، والشكل الرابع. طبعا انا استقريت على الشكل اللي هو شكل الوردة، عجبهم جدا في البيت، وكان شكله حلو ولطيف كده وبطريقة جديدة ومختلفة. ممكن تعمليه 5، ممكن تعمليه على 4، ممكن تعمليه على 6، ممكن لو مش عندك كاكاو خالص تعمليه بالفانيليا، يعني ما يكونش فيه شوكولاتة ولا اي حاجة. طبعا اظن كل حاجة شرحة نفسيها. بتقسمي كده الكرات. ده كده الشكل اللي انا رسيت عليه. في الاخر خالص هعمل شكل وردة، يعني هرسى على الوردة. بيبقى الوردة عبارة عن 6، وفي النص واحدة يبقوا 7. وطبعا اللي في النص بتبقى لونها فاتح شوية عشان تديكي شكل حلو للنهاية. هرص بقى الكلام ده كله في صينية، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق. وبعد كده هدخل الصينية. اول ما ادخل الصينية هقلل من 200 ل 180 على الرف الوسطاني، وهيخرج بالجمال والحلاوة ديت مع كوباية شاي بقى. فطار الصبح ممكن يتحط في اللانش بوكس للولاد. هيبقى شكله حلو وطعمه احلى وسهل وسريع وما بياخدش وقت. قعد في الفرن حوالي تقريبا من 10 ل 12 دقيقة على الرف الوسطاني، وما شغلتش الشواية. ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتقولي لي بتتفرجي عليا منين يا ست الكل. بحبكم في الله.